السلام عليكم. الهلال يخسر ضد سنجيدا التنزاني في نهائي سيكافا 2-1. طبعا سنجيدا ده للناس اللي ما بتعرفوا الفريق ده طبعا يتأسس عام 2016. اي والله 2016، يعني عمره في كرة القدم 9 سنوات. الهلال طبعا يتأسس من عام 1930، يعني فريق عمره 100 سنة بيخسر النهائي ضد فريق عمره 9 سنوات. طبعا الحاجة دي طبعا في كرة القدم طبيعية، لكن لما تيجي تتعلق بالهلال أو بنادي سوداني فأنا ما بعتبرها إنه طبيعية. لأنه إحنا يا أخواننا الأندية السودانية دايما أو اللاعب السوداني بصورة عامة عندنا مشكلة دايما في اللقاءات اللي بتكون مصيرية، يعني مش النهائيات بس، حتى دايما لما يكون في لاعب مصيري في لقاء مصيري فبتكون في ربكة في اللاعبين. نرجع لورا شوية، يمكن في عام 2012 كان في بطولة الكونفدرالية نصف النهائي، كان في الهلال والمريخ مع جوليب المالي واليوبر الكنغولي. طبعا الهلال يواجه جوليب المالي والمريخ يواجه اليوبر الكنغولي. طبعا لو سألت أي محلل كرة قدم أو أي شخص عنده علاقة بكرة القدم النهائي حيكون بين منو؟ طبعا حيقول لك بين الهلال والمريخ بكل الحسابات، الإمكانيات، اللاعبين، الجودة. الهلال والمريخ في الوقت ده كانوا بيلعبوا بيملكوا لعيبة مستوى خرافي جدا، محترفين على لعيبة محليين. فكان طبيعي جدا إنه أي شخص يرشح الهلال والمريخ للنهائي. مباراة الذهاب بين المريخ واليوبر كانت طبعا في الكونغو. المريخ حتى الدقيقة كم 80 كان متعادل 1-1. طبعا نتيجة كويسة جدا إنه ترجع بها من خارج ملعبك. قوم يا الحضر يعمل لك حركة كده، المهاجم يخطف الكورة يدخلها هدف. انتهت على المباراة 2-1 لصالح اليوبر. مباراة طبعا الإياب كانت في استاد المريخ، انتهت ب0-0. المريخ مع إنه كان محتاج هدف واحد بيتأهل للنهائي، لكن انتهت 0-0 وخرج المريخ. مباراة الهلال طبعا كانت مع جوليبا في ملعب استاد الهلال. مباراة الذهاب الهلال حقق الفوز بهدفين دون مقابل، طبعا نتيجة مريحة جدا في ملعبه، ويمشي يلعب خارج ملعبه محتاج انه يدخل هدف او انه ما يستقبل اي هدف بيتأهل. الهلال طبعا خسر المباراة بهدفين دون مقابل، ما قدر انه يسجل اي هدف. انتهت المباراة بركلات الترجيح. وطبعا اغلب الناس طبعا شاهدت ركلات الترجيح شافت انه لعيبة الهلال قدر شنو كانوا بيخافوا من تنفيذ ركلات الترجيح. في لعيبة كانوا بيبكوا بدموعهم ما قادرين ينفذوا ركلات الترجيح. فطبيعي جدا كان يخرج الهلال من نصف النهائي امام جوليبا المالي، يتأهل جوليبا للنهائي، وفي النهاية طبعا فاز اليوبر الكنغولي على جوليبا. فالحاجة اللي داير اقولها من هنا انه ما تستغرب من انه الهلال يخسر من سنجيدا، فده شيء طبيعي جدا في الكرة السودانية. وانا واحد من الناس طبعا كنت متوقع انه الهلال حيخسر. مفترض كان انه يخرج امام الجيش الرواندي في المباراة اللي فاتت، لانه الجيش كان بيستحق، يعني فريق فايز حتى الدقيقة كم 90 الوقت بدل الضايع. فالهلال كان محظوظ انه سجل هدف التعادل. وطبعا الاشواط الاضافية كان فارغ اللياقة البدنية كان لصالح الهلال، عشان كده الهلال يتأهل للنهائي. فجمهور الهلال يعني من خلال المباريات السكافة دي انا بقول لكم انه ما تتأملوا، يعني خصوصا في دوري ابطال افريقيا. ايوه شجعوا الفريق وقفوا معاه ودعموه، لكن مستوى فريقنا الحالي ده ومستوى اللعيبه اللي بنملكهم اللعيبه السودانيه حاليا دي خصوصا ما لعيبه بيفوزوا ببطولات في الوقت القريب ده. محتاجين الكره السودانيه محتاجه شغل كثير جدا. يعني انت ليه لما تكون عندك نهائي بطوله ايا كانت وديه او بطوله مهمه، في تحضير بيكون طبعا للمباريات دي، في طبيب نفسي، في معيد بدني، في المدرب عنده شغل، يعني في شغل مختلف قبل المباريات دي. تكثيف مجهودات كبيرة جدا بيتم قبل المباراة، يعني تحضير بمستوى عالي جدا انك عشان تدخل المباراة دي بتتوقع فيها اي شيء. لكن الحاجة دي نعم في حاجات بتحصل في الأندية السودانية، لكن ما بالقدر اللي بيخلي انه الفريق لما يخش يكون مطمئن على الأداء، اللعيبة في أرضية الملعب، على النتيجة في النهاية. فنقول هارد لك لجمهور الهلال، مع انه كان والله البطوله دي بالنسبه لهم رغم انها وديه لكن كانت بتسعدهم. يعني حاجه كده لما تحس انك فزت ببطوله خارجيه حتى وان كانت وديه وما بتتخيل سعادتها. احنا طبعا بنتذكر البطوله اللي كان لعب الهلال مع نادي بني ياس الاماراتي، قدر شنو لحد الان اليوم في ناس بيحتفلوا بها من جمهور الهلال. فنقول هارد لك لجمهور الهلال.